خلاص الناس كلها سبقتنا، يا جماعه، اقسم بالله الناس كلها سبقتنا، مفيش حد ما سبقناش، احنا في اخر الطابور خالص، اخره. طب احنا فين؟ معرفش. احنا ايه هنعمل ايه؟ هنفضل في نفس الحته؟ حد هيعمل لهم حاجه ولا حاجه هتتغير؟ طب في اللي قدام ولا حاجه؟ مش حاجه هتتغير، ده الناس هتموت. طيب طبعا كلنا شفنا اداء منتخب مصر في بطوله كاس العرب، اداء يرفع الضغط، المنتخب مش متخطط له لاي حاجه، بس الحقيقه البطوله دي وضحت لنا كم الفساد والاهمال الاداري اللي بيحصل في المنظومه. الموضوع اتحول من مجرد كارثه في الاداء لصراع شخصي وسبوبه بين كل اطراف المنظومه، ونتيجتها اننا خرجنا من الدور الاول بتعادل مع منتخب الكويت ومنتخب الامارات، وبنخسر بفضيحه من منتخب الاردن اللي كان بيلاعبنا بالصف الثاني. وما تقلقش المره دي ما فيهاش التجربه الاردنيه، لان كابتن محمود الجوهري المدرب التاريخي لمنتخب مصر هو اللي كان حاطط حجر اساس للكره الاردنيه، وهو كمان اللي انشا مراكز تطوير المواهب هناك. فالمره دي الموضوع ملوش علاقه بالتجربه، دي الكارثه داخليه. فتعالى نفرش مع بعض الموضوع ونعرف ايه سبب الفضيحه في كاس العرب. طب في الاول ليه شردوبي بيسميها فضيحه؟ لان الموضوع مش فني، كارثه طايله الكل. وتصريحات كابتن حلمي طولان في المؤتمر بعد الخساره من الاردن اكبر دليل على الكلام ده. هذا الفريق ولد يتيما بفعل فاعل. هذا الفريق لم يجد من يدعمه بحق، وهذا منتخب مصر. ولد يتيما دي تتقال على شباب لسه بتجربهم ومحتاجين وقت. احنا بنتكلم على اعلى معدل اعمار لمنتخب في البطوله، ومعظم اللاعبين مبطلين كوره واعمارهم فوق ال30، ولحد دلوقتي احنا مش عارفين المنتخب كان رايح يلعب على بطوله ولا يجرب لعيبه جديده. واتحاد الكوره اللي فشل في بطوله افريقيا 2019 بيحاول يكرر نفس السيناريو اللي كان سبب في اقالتهم. ولو اتفرجت على حلقه حقيقه اتحاد الكوره هتعرف قصدي ايه، وهتعرف ان الموضوع مجرد اعاده المستقبل. ده غير الخلافات اللي كانت ما بين كابتن حسام حسن وكابتن حلمي طولان اللي خلت فيه لعيبه تتظلم وتقع في النص بسبب عدم التنسيق بين القوائم بتاعتهم. انت منتظر ايه من المنتخب بعد ما سمعت الطريقه اللي تم بيها اختيار كابتن حلمي طولان مدرب لمنتخب مصر؟ انا جيت بالصدفه والصدفه البحته. اتحاد الكوره برئاسه هاني بريده كلف اللجنه الفنيه اللي فيها باقه من ألمع المدربين اللي قال واحد فيهم عنده 70 سنه انهم يدوروا على مدرب يقود المنتخب في البطوله، وفعلا بيرشحوا له 2 مدربين من الوجوه الجديده، كابتن طلعت يوسف وحسام البدري. دي دفعه 2001، دي دفعه عرابي اللي انتوا جايبينهم منين دول؟ فالمهندس هاني حسبها صح، ازاي اجيب مدربين كبار زي دولت عشان كام شهر بس؟ احنا كده هنطلع بسرعه. فرفع عينه في الاجتماع وسال كابتن حلمي عمرك دربت منتخب مصر قبل كده؟ قال له اه. قال له مبروك، هتبقى اول مدرب يدرب منتخب مصر وبقى له 2 سنين متقاعد. كلفت بهذه المهمه في ظروف صعبه جدا. وتكمله الصدفه دي كابتن حلمي طولان مش اول مره يخرج من الدور الاول في كاس العرب، خرج قبل كده في 98 لما كان مشارك بالمنتخب الاولمبي، وتعرضنا لفضيحه ساعتها لما خسرنا من الكويت 4-1. وطبعا زي ما شربنا بعودك يا ملك، اهم حاجه التفاصيل اللي ما بين القصه. وبيني وبينك طريقه اختيار كابتن حلمي طولان خلتني ادور على باقي الجهاز الفني، والحقيقه كان اغرب. يعني كابتن عصام الحضري مدرب الحراس اللي بيدي تعليمات للعيبه على الخط ده، طبعا ما فيش خلاف عليه كحارس مرمى تاريخي في الكره المصريه، بس المشكله ان اتحاد الكوره من سنتين كان منزل له بيان بعدم التعامل معاه نهائيا بعد كده. اتحاد الكوره منذ قليل اصدر بيانا بقبول اعتذار الحضري ومشددا عن عدم التعامل معه في الفتره القادمه. الحضري كان مدرب حراس في جهاز ميكالي في الاولمبياد، وحصل خلاف مع الحضري ساعتها وقرر يمشي من معسكر المنتخب عشان اتحاد الكوره يتفاجئ مره واحده ان منتخب سوريا بيعلن انضمام الحضري لجهاز هيكتور كوبر من غير ما يعرف حد من المسؤولين. انما اتحاد الكوره يصحى من النوم يلاقي عصام الحضري في سوريا. تخيلوا اتحاد الكوره ما يعرفش ان مدرب منتخب مصر الاولمبي اللي عنده ماتشين بعد كام يوم ولا بلغ الكابتن بركات ولا بلغ السيد جمال علام ولا بلغ ميكالي الجهاز الفني ولا بلغ اي حد. عصام الحضري قام عامل بيان وانهى تجربته مع المنتخبات، عشان كده اتحاد الكوره قرر عدم التعامل الحضري في تدريب المنتخبات الوطنيه نهائيا. الحضري ساعتها قال ان اخذ اذن ميكالي وبركات مدير المنتخب الاولمبي، بس بركات رد عليه ونفى الكلام ده في البرنامج بتاعه. قال لك كابتن عصام قال لهم لا انا مخلص كل حاجه خلاص، انا خلصت مع الاتحاد المصري لكره القدم. مع مين في الاتحاد المصري؟ مع مين؟ بكره المفروض ان انا كنت هقعد مع ميكالي علشان نبحث الامر. ايوه يا عم. ما انا نسيت اقول لك ان هو مقدم برامج ومدير منتخب مصر وعضو في اللجنه الفنيه وحاجات تانية كتير في نفس الوقت. بس الحقيقه ان منتخب سوريا كان عرض على عصام الحضري مرتب اعلى من مرتبه في المنتخب الاولمبي، فقرر يسيب المنتخب ويمشي. انا ما بحبش اتكلم على المرتبات، عندي فكره عن مرتب كابتن عصام الحضري، لكن ما بحبش اتكلم على المرتبات ابدا، دي ارزاق من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن اتحاد الكوره فكرنا هننسى الكلام ده ومش هنراجع وراهم، بس احنا مش هننسى برضو انها في الاول وفي الاخر سبوبه، السبوبه اللي خلت عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الصبح وبالليل يطلع يحلل اداء المنتخب في برنامج المجلس. في بلدك بس منو بلدك بس ما اخدتش اصلا كاس اسيا منو اقعد ساكت. الفكره ان عصام الحضري لو اي مدرب تاني عرض عليه مرتب اعلى هيسيبك ويمشي برضه، لان لا في عقد ولا شرط جزائي، وحسب كلام كابتن حلمي طولان ان هو جاي من غير فلوس، فلو مدرب المنتخب شغال ببلاش مدرب الحراس شغال بايه؟ والله صدقني محدش فرق معايا غير انا وانت. واما بالنسبه لكابتن احمد حسن انا مش عارف هو محلل مباريات ولا مقدم برامج ولا عضو اتحاد كوره ولا مدير منتخب، جمعيه ودايره. والله العظيم ده ما بيحصلش في اي حته في العالم. انت لو فاكر اللي فات ده كله عبث فاللي جاي اعبث. اكيد جه في دماغك سبب اختيارهم،
الفكره ان رئيس اتحاد الكوره هنا ابو ريده عشان يرازي كابتن حسام حسن اللي ما رضاش يشارك بالمنتخب الاولمبي في بطوله كاس العرب عشان ما يعملش اداء كارثي ويخرج من البطوله ويدي فرصه لاتحاد الكوره ان هو يمشيه قبل كاس العالم، فجاب له كابتن حلمي طولان والحضري واحمد حسن والجهاز بالكامل في خلاف معاه عشان يدربوا المنتخب الثاني في البطوله. وده خلانا نوصل ان مدربين المنتخبين في خلاف مع بعض، وكابتن حلمي طولان في خلاف مع رئيس الرابطه، وحسام حسن كان في مشاكل مع هنا ابو ريده رئيس الاتحاد، وكابتن حسام حسن واحمد حسن بيتخانقوا على لقب بن العميد، وانا وانت قاعدين بنتفرج على الماتشات ومنتظرين حاجه تحصل. انت متخيل المنظومه اللي المفروض بتدير الكوره المصريه عامله ازاي؟ فمعلش هاخدك حته نظافه واطلعك من المستنقع ده، وهنرجع مع بعض وافكرك ببطوله كاس العرب 2021 تحت قياده كيروش، الراجل اللي سابنا من اكتر من 4 سنين وتعبينه معانا كل شويه، ومن غير ما تسال اول لما تشوف صورته تعرف اللي فيه فضيحه حصلت للمنتخب. وعارف ان تصريح 95% من اللاعبين المصريين فاقدين اسياد كره القدم بيخرج مدنا كل مره، فمعلش عايزك تستحمل معايا واقول لك كيروش عمل ايه لما اتحط في نفس الموقف. كيروش اول لما اعلن قائمه المنتخب اللي هتشارك في كاس العرب قالوا له هتلعب من غير اللاعبين المحترفين، راح قال لهم مش مهم انا هشارك بلعيبه الدوري، عشان سبحان الله نفس الموقف اللي حصل مع كابتن حلمي بيحصل بالظبط مع كيروش ومع نفس الفريق. بيراميدز كانت مواعيد مبارياته في الكونفدراليه متعارضه مع البطوله، فكيروش ما عملش اي حاجه غير ان هو قال البطوله بالنسبه لي بطوله وديه وفرصه اجرب ناس جديده اول مره يتم استدعائهم، وشفنا لعيبه اول مره نسمع عنها واول مره ينضموا للمنتخب، ووصل لنص النهائي قدام تونس وطلعنا بهدف عكسي. طب ليه كيروش اخذ الخطوه دي؟ ببساطه لان هو مدرب منتخب مصر الاول، ومش هيلاقي انسب من دي بطوله عشان يجرب لعيبه جديده يستفيد منها في المنتخب الاول. الراجل باعتراف محمد شوقي كان عامل كشافه لكل فرق الدوري، ومش فرق الدوري بس، ده اي لاعب كان بيلعب في اوروبا كانت عينه تبقى عليه. هو كان عنده رؤيه من بدري لحاجه لقدام، في مثلا 5 لعيبه 6 لعيبه 7 لعيبه شوقي اسال عليهم من دلوقتي. ما حدش شافهم ولا يعرفهم، محدش شاف ولا يعرفهم، فقال لي اسال عليهم من دلوقتي. شوقي في لعيب بيلعب في بلد كذا مواليد مثلا 2003، كلم المنتخب بتاع 2003 يشوفوه يعني، وهو كان عامل برنامج للمنتخبات عموما. لكن احنا ما ينفعناش اي حد جاي يشتغل، احنا بنتعامل مع الموضوع اكنها سبوبه. والله انا زهقت من كتر الكلام في الموضوع ده. كل الكلام ده كان نتيجته اننا شفنا لعيبه جزء منهم كمل معاه في افريقيا، محمد عبد المنعم، امام عاشور، فتوح، عمر كمال، مهند لاشين، ده غير عمر مرموش اللي كان بيلعب في الدوري الالماني ومحدش يسمع عنه، وكمان ما كانش انضم مع المنتخب الاولمبي مع شوقي غريب. طبعا ده غير المكسب المادي، انت متخيل المكاسب دي كلها في شهر واحد بس ومن بطوله واحده؟ بس الفكره ان كان في مدرب معاه جهاز واشتغلوا صح، وعمل ملحمه بعد كده في بطوله افريقيا ضد منتخبات اقوى مننا بكتير، ووصل لنهائي البطوله بمنتخب اول مره يتجمع مع بعضه ما طلعش اقل منتخب ولد يتيما. انا اول مره اشوف منتخب بيتولد بميدو جابر وقفشه وحسام حسن. انت متخيل ان بعد البطوله دي الراجل كان مستبعد قفشه وقت ما كان فورمه ومستحيل حد يقرب له؟ كابتن حلمي بيستدعيه دلوقتي وهو ما بيلعبش في الاهلي، وبرضه ما طلعش قال ناقصني لعيبه بيراميدز اللي كانوا 3 في اول مباراه ليه ووصلوا ل7 في اخر مؤتمر. فانا مش عارف احنا كنا رايحين نلعب بمنتخب مصر ولا بفريق بيراميدز. وكان فيه 7 لعيبه مميزين جدا وحرمنا من هؤلاء اللاعبين المميزين. بس كابتن حلمي طلع قال ان رئيس الرابطه هو السبب الرئيسي في الاداء السيء للمنتخب، علشان ما رضاش ياجل ماتشات بيراميدز في الدوري وقرر يعاند في اتحاد الكوره وكابتن حلمي، وبالتالي ما قدرش ياخد لعيبتهم اللي كانوا معاه في المعسكرات اللي فاتت. المسؤول عن هذه الاهانه واحد فقط والكل عارفه، رفض ايقاف الدوري وضحى بسمعه مصر. بس الكلام ده كان ممكن نبلعه لو احنا طلعنا من المغرب او الجزائر، فهنقول والله اللعيبه دي كانت هتفرق معانا. ومع احترامي يعني احنا بنتعادل مع الامارات والكويت اللي لسه بيحاولوا يبنوا منتخب، وبنخسر من الاردن 3 مع الرأفة. الفرق اللي انا لعبتها دلوقتي كلها محترفين برازيليين، واخد بالك ولا انت مش واخد بالك سيادتك؟ طب ما انت عندك كريم العراقي وميسي ومحدش اتكلم، يعني الدوري كله ما فيهوش لعيبه تقدر تكسب اي ماتش غير لعيبه بيراميدز؟ اكيد لا، بس هو كده دايما لازم يحصل تبرير للاداء الكارثي والاختيارات اللي ما فيهاش اي منطق، ولكن الكلام ده اتقال بسبب خلافاته الشخصيه مع رئيس الرابطه. الاخوه رئيس الرابطه ده مستقوى بمين؟ انا عايز اعرف يعني مستقوى بمين وهو اصلا لا رياضي ولا عمره مارس رياضه ولا ليه في الكوره ولا ليه في اي حاجه في الدنيا. طب طالما في اطراف كتيره حصل بينهم مشاكل، ليه انا كرئيس اتحاد كوره ما حاولش احلها وليه جمعتهم مع بعض من الاساس؟ لكن الكل كان بيعارض مع بعضه على حساب المنتخب وعلى حسابنا، مع انك برضه يا كابتن حلمي قلت قبل كده انك جاهز بقمه المنتخب من بدري وعارف مين اختياراتك ومستعد لاي تغييرات تحصل. انا جاهز من شهر ونص، جاهز اسمائك ولاعيبتك من شهر ونص طبعا. يعني القائمه بتاعت حضرتك جاهزه ان هي يتم الاعلان عنها طبعا. والله طبعا حضرتك سلمتها اديتها لمدير الفريق احمد حسن. فانا مش عارف هو كان جاهز ولا كان بيغيظ كابتن حسام حسن بس ولا ايه؟ ومع كل العك اللي حصل في اختيار قوائم المنتخبين، واللي بياكد كلامي اننا بنعالج الفشل بفشل اكبر، احمد عاطف مهاجم زد كان مسافر مع المنتخب في البطوله، لكن بيراميدز اللي كان رافض يسيب اي لاعب للمنتخب اخيرا قرر يسيب مروان حمدي لكابتن حلمي. يقوموا عاملين ايه؟ يكتبوا تقرير ان احمد عاطف مصاب عشان ما حدش يسالهم انتوا استبعدتوه ليه. ولما اللاعب طلع وفضحهم ونادي زد طالبهم انهم يعرفوا سبب استبعاده، خاصه ان اللاعب مش مصاب، قالوا لهم ان تصريحاته هي السبب في استبعاده. الموضوع يخلص على كده؟ لا،
كابتن حلمي قرر يعلي على مدربين العالم كلهم ويشتغل بلدي وما ياخدش معاه محلل اداء للمنتخب، عشان قفش لما عرف ان هو بيكلم حد من اتحاد الكوره. انت مستوعب اللي فيه مدرب على وجه الكره الارضيه يروح من غير محلل اداء؟ يعني اللعيبه ما حدش وراها فيديوهات عن المنتخبات اللي هيلعبوها ولا اللعيبه اللي هيلعبوها في مراكزهم. تخيل لحد دلوقتي احنا مش مقتنعين بوظيفه بتغير قرارات مدربين في الملعب زي ارتيتا وجوارديولا. انا مش عارف هيعمل ايه لما يعرف ان معظم المدربين دلوقتي معاهم فريق من المحللين الاداء لكل حاجه، مش محلل اداء واحد بس المشكله مش في محلل الاداء ده، تقريبا كابتن حلمي رافض اي تدخل تكنولوجي في الموضوع. كابتن هاني كان قال لكابتن الجهاز الفني وكابتن حلمي كل اللي انت محتاجه هننفذه لكم، لكن الجهاز الفني كان ليه بعض المتطلبات الخاصه جدا، طريقه كلاسيكيه جدا. انت عارف بعد ده كله كابتن حلمي طولان عضو في لجنه التطوير والتخطيط وعضو في اللجنه الفنيه، يعني هو اللي هيخطط ويطور لمستقبل الكره المصريه. انا لحد دلوقتي مش مستوعب ان في مدرب عنده 76 سنه ولسه بيدرب وما نهاش كاريره. ده كارلو انشيلوتي شيخ المدربين بكل بطولاته دي واصغر من كابتن حلمي طولان ب10 سنين، ده حتى بعد العمر ده كله معهوش رخصه برو زي اي مدرب في مجموعتنا، مش هقول لك في البطوله. يعني كوزمان مدرب الامارات رخصه برو، سوزا مدرب الكويت رخصه برو، جمال السلامي مدرب الاردن رخصه برو، كابتن حلمي طولان كابتن حلمي مش متسجله له نوع الرخصه اساسا عشان ما جددهاش. ليه انا كاتحاد كوره ما كلفش مدرب شاب واعد له منتخب في المستقبل واضطر اجيب مدرب متقاعد منفصل تماما عن لعيبه المنتخب؟ المدرب في وادي واللعيبه في وادي تاني. على الاقل ما كانش هياخد 3 باك رايت وفي الاخر يلعب باكرم توفيق، وما كانش هيلاعب النني والسوليه في نص الملعب والاثنين قربوا يعتزلوا. صدقني مش فارقه حلمي طولان من اسامه نبيه من احمد الكاس من حسام حسن، دي منظومه محدش يقدر ينجح فيها لانك ما تعرفش مين الفاشل من كتر الفشل. وطول ما احنا عايشين على ذكرى الماضي وجيل التاريخ المنتخب مصر مش هنقدر نتطور وهنضطر نستنى صدفه تانية تنقذنا. بس كده، انا شرنوبي، اوعى تنسى اللايك والسبسكرايب، ولو في موضوع جه في دماغك وعايزنا نتكلم فيه ابعت لي انستجرام. واشكركم على حسن الاستماع والى اللقاء في سهرات قادمه، والسلام.